تعرفوا ان في حالات طلاق وفسخ خطوبات بسبب تافه جدا؟ عارفين ايه هو؟ النظافه الشخصيه. هو يقول اصل هي مش نظيفه وهي تقول اصل هو مش نظيف، وسبب نفور وحالات طلاق وعيال بتتشرد وخطوبات بتفسخ بسبب ده. طب ليه يا جماعه؟ ما يوصلون، ما استخسروش فينا حاجه، ما قالولناش لا. شاور باستمرار، اغسل وشك، اغسلي ايدك تحت الابط، حوالين السره، اماكن النبض، زي ما هي بتطلع ريحه نظافه هي بتطلع ريحه عرق. ما ينفعش يا جماعه. طب انا عايزه ريحه قمر جايه وريحه قمر رايحه. انت لو راجل على طول مزيلات العرق، على طول البرفانات الصغيره، مش شرط الاوريجينال المضروبه، مش هتقول لا. ولو بنت مسك الطهاره، مسك الطهاره ده ب50 جنيه، مش هقولك هاتي الاصلي، المضروب مش هيقول لا. حطيه ورا ودنك، حطيه في اماكن النبض، حوالين السره، في الملابس الداخليه. ما ينفعش يا جماعه، احنا حتى كمسلمين ما ينفعش تبقى ريحتنا مش كويسه. امال بنصلي ازاي؟ مش بنصلي، بنروح شغل، بننزل الاسواق، بنروح كل ده تلاقي الناس بتنفر منك عشان ريحتك وحشه او ريحتك وحشه. لا يا جماعه ما ينفعش. طب ريحه الشراب، اصل ريحه رجله وحشه، اصل ريحه رجلها مش حلوه. هو احنا اصلا مسموح ان احنا نقعد الشراب يوم واتنين؟ النازله خلاص ارجعي الشراب يتغير. الشوزات لو بتطلع ريحه حطيها في البلكونه، دلوقتي في باودر ممكن يتحط في الجزم. جماعه ما ينفعش كده. النظافه الشخصيه يا جماعه سر من اسرار الايمان، سر من اسرار حب الناس. انا بحب اقعد جنبها عشان هي نظيفه بس. تخيلي انا بحب اقعد جنبه عشان هو نظيف. ده كفايه. كفايه لما حد يقولك دي لما بتطلع عليا ريحه النظافه بتطلع، ده ريحه المسحوق في الغساله بيطلع على ريحه الهدوم، انتي تبقي منتعشه. لسه متابعني ومش عارفين ازاي نكون نضاف، مش عارفين ازاي نكون جمال وريحتنا قمر رايحه وريحه قمر راجعه. ما ينفعش. لو اول مره تشوفني اعملي متابعه ولايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، ولو متابعني على تيك توك اعمل سيف واعاده نشر ولوف للفيديو، ونعيشها صح بقى.